تجمع طلاب من الإيغور والأجانب المقيمين في ألمانيا أمام القنصلية الصينية في ميونخ للاحتفال بالذكرى 30 لمظاهرة طلاب الجامعات عام 1988 وللاحتجاج على مختلف الإجراءات القمعية والاضطهاد والتطهير العرقي ضد الإيغور والأقليات الإسلامية الأخرى التي يتخذها المحتل الصيني في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية. قام عضو في قنصلية صندوق التعليم الإيغوري بزيارة مركز معلومات تركستان الشرقية، وأشاد بمركز معلومات تركستان الشرقية وجميع موظفي تلفزيون الإيغور. وقال رئيس مركز معلومات تركستان الشرقية عبد الجليل قرقاش: وأخيرا نأمل أن يتشارك الإيغور في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت، وأن يتقاسموا المصير المشترك ويتحدوا كيد واحدة، وأن يعملوا سويا لتحقيق الأهداف الكبرى للإيغور. استخدم المحتلون الصينيون في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية أساليب مختلفة لإجبار الفتيات الإيغور على الزواج من عرقية الهان الصينية، ويتم تهديدهم بالقيام بعمليات إبادة جماعية بحيث تقوم الصين بعمليات استيعاب قاسية. ووفقا للتقارير يستعد شاب من عرقية الهان الصيني للزواج من فتاة قازاقية في مطعم ديانا في منطقة الماتي بتاريخ 21 من يونيو، ويعبر القازاق عن غضبهم الشديد من هذا الزواج. وفقا لموقع إسرائيل العالمي للأنباء، سيقوم الأمير ويليام بزيارة رسمية لإسرائيل في 25 من يونيو، في أول زيارة رسمية لإسرائيل من قبل أفراد العائلة المالكة البريطانية، وسيكون أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل وفلسطين. وفقا لموقع إسرائيل العالمي للأنباء، سيقوم الأمير ويليام بزيارة رسمية لإسرائيل في 25 من يونيو، في أول زيارة رسمية لإسرائيل من قبل أفراد العائلة المالكة البريطانية، وسيكون أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل وفلسطين. أعلنت وكالة الأمن القومي الإسرائيلي في 18 من يونيو أن الوزير السابق للبلاد غونين سيغيف اعتقل للاشتباه بعمله جاسوسا لصالح إيران. وقال أفراد مكافحة التجسس إن سيغيف عاش مؤخرا في نيجيريا، وبدأ التعاون مع المخابرات الإيرانية عام 2012، واستخدم علاقاته السابقة لتزويد إيران بمعلومات مختلفة عن إسرائيل.